ولادي مش بيسمعوا كلام خالص، كل شوية خناق وضرب. الجملة دي بقت على لسان أغلب الأمهات والآباء اليومين دول. من قبل ما نحكم عليهم خلينا نسأل نفسنا، هل ولادنا فعلا مش بيسمعوا ولا احنا اللي مش بنعرف نوصل ليهم؟ خلينا نفهم الأول ليه الطفل ممكن يرفض إن هو يسمع الكلام. أول حاجة هو مش فاهم إن احنا عايزين ايه، أو مش بيسمعنا علشان صوته الداخلي أعلى من صوتنا، أو ردود أفعالنا دايما زعيق وضرب فبقى بيتجاهل تصرفاتنا عشان يقدر يكمل، أو بيقلد خواته، أو بيشوف جو فيه صراخ مستمر فبيقلد اللي حواليه، أو ممكن يكون عنده صعوبات سلوكية أو تأخر لغوي فبيخليه مش قادر يعبر أو قادر إن هو يفهم إيه اللي بيحصل بالظبط. فاحنا النهاردة هنحاول نعمل بعض النصايح تخلي ولادك يسمعوك من غير ما تتعبي، نوصل لهم بسهولة. اول حاجة ان انا اكلم ابني بصة في عينيه، اكلمه بهدوء وانزل لمستواه كده. ايه يا حبيبي، انت بتعيط ليه؟ زعلان ليه؟ طيب انت مش عايز تعمل كذا ليه؟ اكلمه بطريقته، التعليمات بالراحة كده وبوضوح، علشان خاطر هو مش هيسمعني من اول مرة وده طبيعي. كمان لو عمل اي تصرف حلو لازم امدحه واقول له برافو انت سمعت الكلام شاطر، واشجعه بدل ما اقعد اتخانق معاه واقعد اهدده واعاقبه الكلام ده. كمان وقت الخناق افصلي فورا من غير زعيق او ضرب، كل واحد مكانه يحاول يهدي نفسه وبعدين نتكلم. وخصصوا وقت للعب، اللعب الجماعي ده يا جماعة تحفة، فعلا ايجابي وبيجمعنا كده في نشاط مشترك وبيقلل قد ايه العنف، وكمان بيخلي بينا كده منافسة، بس منافسة جميلة جدا. وبلاش مقارنات بين الاخوات، بلاش مقارنات بين القرايب بين الزمايل، خلي المقارنة بينه وبين نفسه، بين مستواه قبل كده ومستواه دلوقتي، معروف وقتها ايه. ودايما عبري له عن مشاعرك بطريقة بسيطة، يعني قولي له انا بزعل مثلا لما بتضرب اخوك، تلجئي للمختص في تعديل السلوك، اخصائي سلوك او تخاطب عشان يقيم لك الحالة. عايزاك تكوني قوية وتكوني دايما قدوة ليه، وتكوني دايما يشوفك بالصورة اللي انت عايزاه تشوفيه بيها، فخليكي دايما قدوة دايما ليه. تمام؟ تمام. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.